السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم اخوتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا انطباعات الشعب التونسي بعدما فرضت عليه المملكة المغربية التأشيرة الإلكترونية لحضور كأس إفريقيا 2025 اللي غادي تقام هنايا في بلادنا. خوتي الشعب التونسي تلقى الخبر بواحد منهم اللي رحب بالخبر وتفهم على انه اجراء امني واحترازي ضروري في هذه البطوله الافريقيه اللي صراحه الله خوتي غادي تكون محك امني حقيقي للمملكه المغربيه خوتي. وكاينين بعض الاخوه والاشقاء من تونس اللي ما عجبهمش الحال من طبيعه الحال، فماشي كلشي غادي يعجبو الحال وماشي كلشي غادي يوافق. خوتي غادي نخليكم مع الانطباعات ديال الشعب التونسي بعدما فرضت عليه التأشيرة الإلكترونية. خوتي نخليكم تشوفوا الفيديو ونتلاقاو في الأخير ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم. مع اقتراب موعد كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها المغرب، قررت السلطات اعتماد إجراء استثنائي يقضي بفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني 8 دول إفريقية كانوا في السابق معفيين من هذا الشرط. الأمور هذه أنا صح راني مقلق بزاف منها. في الملائكة سنة الفريق الملائكة اكول دي زونج والريفين كاين الملائكة هاك. القرار يشمل مواطني الجزائر وتونس والسنغال وبوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الجابون، النيجر وتوغو، حيث يتوجب عليهم الحصول على تصريح سفر إلكتروني. وستطبق هذه الخطوة ابتداء من 25 من أيلول سبتمبر وتستمر إلى غاية 25 من يناير كانون الثاني. خويا انا ما فهمت والو هكا صرفه. خبر عاجل جدا، يمكن باش تصدموا شويه ولكن الموضوع 100% حقيقه. ولكن راه مخرد اخويا زلال خر اذا كل شيء مره مامية. المغرب البلد الشقيق يفرض على التوانسه التأشيرة. ايش معناتها؟ يفرض على التوانسه الفيزا بلغتنا. ما تبكيش يا سعيد، حشوم عليك والله صحبتها مالور كان مالور ابو سعيد. ما تمشي للمغرب ما تكون عندك فيزا، يعني تفيز باش تمشي للمغرب. عبارة ماشي لفرنسا ولا ماشي لإيطاليا ولا ماشي لأمريكا ولا ماشي لألمانيا، يلزمك تعمل فيزا. تخيل انت اخر موضوع هذا والله الا شيء يصدق. يا ميتي خليني عن شارح يا ميتي بتعرري راه غنبقى نعرعر ونزيد نعرعر تنسقي البزارة انا بتعرعر. بداية من 25 سبتمبر إلى غاية جانفي 2026 المغرب فرضت فيزا على حاملي جواز السفر التونسي. اكلتو سنتيلية. ما عدا الاستثناءات، فما استثناءات للدبلوماسيين واستثناءات لمتزوجين بمواطني المملكة المغربية. هذايا باش تكون استثناء، يعني الفيزا التأشيرة الإلكترونية هذيا بمناسبة كأس الأمم الإفريقية. هاو باش نحط لكم البلاغ اقراوه وشوفوه. يعني بداية من 25 سبتمبر لازم تقدموا على فيزا باش تمشوا للمغرب. الأمور ضيعت وقت ما تجيبش نتيجة. قال لك المغرب رجعت الفيزا للتوانسه، اي حطت التوانسه فيزا ما عادش تدخل للمغرب توا ابتداء من الوقت هذا باش تولي تدخل للمغرب فيزا 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 فيزا. سبحان الله معناتها ايش مزيد من دوله اخرى عربيه باش تحط لنا فيزا؟ فهمت؟ كان احنا تحسنا حالين حدودنا للناس الكل. على اليوم كاينه شي ثقه في الزمان يرطعوا فيها، اللي يحب يجي يكركرش ليك تدخل. والله العظيم اللي هك ولا وانتقلنا من الدول المجاوره بعدنا توا باعدين توا نحكوا على الدول العربيه، ما نحكوش على الدول الاخرى. الكل الاخرى عاد الباب نتاعها مفروع محلول على مصراعيه.
المغرب تفرض فيزا إلكترونية على التوانسة والجزائرية وبعض البلدان الإفريقية اللي يدخلوا من غير فيزا للمغرب. دونك الفيزا هذه راهي تنظيمية، فيزا تاخوها من 25 ديسمبر حتى 25 جانفيي 2026 على فعاليات كاس افريقيا، فهمتني؟ دونك جماعة الفيزا ذي فيزا تنظيمية راهي ماهيش معناها باش تتنحى بعد، فهمتني؟ بعد 25 جانفي 2026 باش ينحيوها وترجع معناها العباد تدخل من غير فيزا كما العادة. تجيني بالكلام الحلو، معليش كلامك يديروا على جهه، بصح راني شاد حجره في ايدي، تخرج على الصف نعطيك. ثم برشا عباد معناها خريت في الانترنت وكل شيء ضد القرار هذايا بحكم تونس والجزائر معناها جيران للمغرب، فهمتني؟ وفما علاقات بيناتهم وكل شيء. احل الانجليزي جاي كوكو مسيو احمد كومون لي طاليفو. فيديو تأشيرة ل 25 سبتمبر معنا ندخلوا للمغرب باش ندخلوا نطلشوا في فهمت كاس افريقيا بارامون. وشنو الوحده تطبيقة يلا ها معنا المغرب توانسة شواليو بالفيزا والتأشيرة. فضيحة كبيرة والله العظيم. والله عندي معروف الحمد لله السعيد العالمي، انا مع المنافقين واصحاب الهلوسه اللي فايقين مع الصبح مشمنين قداوي خاوي كاع طيفه ديال الهلوسه ايش الواقع قدام الجمهور المغربي. انا بصراحه كي تو سمعت خبر والله العظيم دخل وانا جابش نخلي الوقت يتعدى وما تكلمش. المغاربه برجوليه انا بديت نكرهكم تو زدت كرهتكم كل. الله لا باقي يعاودتك شي نكته بالرب. والله لا باقي يعاودتك شي نكته بالله، والله الا حشومه عليك. فهمت؟ مغربي بالتأشيرة تجيبوا لتونس نفعوا بكم وتخدموا بقدركم وتعيشوا بقدركم، فهمت؟ وكل شيء تلقاو الخير، تلقاو كل شيء. ورجي بعد تقول توانسة يدخل بالتأشيرة. توانسة هكا رجال حبة ما نحب الكلام الكره. احنا كم انتوما كمغاربة خمالكم احنا ب10,000 مرة. واه انا ريم ويمتي الحراره يا خويا، الحراره خويا وبكي يخرجوا الاباليسه في هذه الوقيته. توانسه قالك بالتأشيرة تطبيق يلا ولا شنو يلا كيكا ها معقول هذا تو هذا في واحد نحطوا المغرب العربي الكبير ونعملوا بلاد وحدنا ها ونعملوا عمله واحده فهمتوا ونحطوا اليدين في اليدين ونكبروا تونا نقسموا في بعضنا. بغيت لك عيل عليه مؤمن، بغيت لك العاذر وعيل القادوس وطيطه، وبغيت لي جامات الاخرى ديالك ان شاء الله تدق زيها في السنترال تاع قنيطره. السلام عليكم جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. المغرب يفرض تأشيرة على الجزائريين والتوانسة لمشاهدة كأس افريقيا، ماشي غير مشاهدة كأس افريقيا، ابتداء من 25 سبتمبر هذا الى 25 جانفي. في الفترة هذه اي جزائري او تونسي يبغى يدخل المغرب لازم له تأشيرة الكترونية مسبقة الدخول. توا يمشي لاوروبا يحرق وانت يدير الاوراق وانت يزيد الحاضر توا من اوروبا ويديرها على الاقل 96 ساعة قبل الدخول الى المغرب وقبل السفر. ديروا حسابكم جماعة اللي راهم رايحين المغرب زيارة عائلية، سياحة، عائلة، أي حاجة، اللي راهم رايحين جزائري، تونسي، سينيغالي، بوركينا فاسو، لازم لك تأشيرة مسبقة الدخول، لازم دير فيزا باش تروح. هذا راهم يقولوا إجراء استثنائي بسبب تنظيم كأس إفريقيا، وحنا إن شاء الله راح نروحوا لاكوب دافريك ونجيبوا لاكوب دافريك من المغرب. مع السلامة. جيبها زدنا كذا ما نقولش. المغربية تقول لا ما نقولكش باش ياخذوا احتياطاتهم. لا يفعلها المغرب الشقيق، يفرض الفيزا على الجزائريين. هي داروا فيزا إلكترونية خصيصا لكأس إفريقيا هذه المنظمة في المغرب، ودوكا أي جزائري حاب يروح يشجع الفريق الوطني لازم عليه يستخرج هذا الفيزا.
قولوا لنا حيت هما مخلوقين من النار. هنا في التعليقات يعني هذا القرار واش تشوفوه؟ قرار في محله، قرار ما كاش منه، خصوصا الجزائريين يحبوا يروحوا يشجعوا في الفريق الوطني باش وان شاء الله حنا نديروا نتائج ماشي سلبيه، ايجابيه تماك في المغرب. مي هاد الفيزا اسكو راهي راح تاثر ولا لا؟ ولعلمكم انه هاد الفيزا يعني ظرفيه، ماهيش يعني غير محدده المده، ولا من 25 سبتمبر 2025 الى 25 جونفي 2026. شو رايكم؟ اكتبوا لنا هنا في التعليقات يعني واش تشوفوا هذا القرار، واش رايكم فيه خوتنا، والسلام عليكم. غنضرب مو بواحد غندقدق مو الحياه ديالو وغيعرف البيضاوي. التأشيرة اللي دارتها المغرب للتوانسة طبيعية جدا، لأن المغرب عمرها ما دارت لنا تأشيرة، والمغرب يعني طول عمرنا كنا أصدقاء وأشقاء معاه، ما ثم حتى مشكلة. فالمشكلة مع المغرب احنا هم اللي افتعلناه. المغرب سمية كبيرة بزاف، ولكن المغاربة ما سيقيش ليه الخبار، لأن قضية الصحراء الغربية هذه احنا شنو علاقتنا بها؟ هذه مشكلة ما بين الجزائر والمغرب. هل احنا دولة كبيرة مثل الجزائر ولا دولة كبيرة مثل المغرب؟ داخلين ما بين زوز عمالقة في افريقيا، مدخلين ارواحنا، داخلين ما بين الظفر واللحم. شنو هو علاقتنا احنا به؟ المشكل هذا قديم من 50 عام، احنا ما عندنا به حتى علاقة. فالمشكلة ما بين احنا والمغرب والله احنا هم اللي مفتعلين. احنا ما زوينين ما خايبين، احنا مقبولين مع عند الله، كلشي تيحبنا، فين ما مشينا كنخليو بلاصتنا نقيه. وانا والله العظيم ضده. باي خلونا نكونوا صريحين، بتقول المغرب دولة مطبعة من الكيان الصهيوني، هنا الأردن مطبعة والإمارات مطبعة. الإمارات مطبعة، احنا نص شركاتنا في تونس تملكها الإمارات. في أريد هذاك التليفون اللي شاده في يدك ملك للإمارات ونتعاملوا معاها. باي وعندها سفارات وعندها استثمارات وعندها، وهي مطبعة. أكثر دولة مطبعة هي الإمارات. ولكن راه مخرج اخويا زلال، خر اذا كل شيء مره مامية. علاش ما نديروش معاها مشاكل الامارات ونديروا مشاكل مع المغرب اللي هي جارتنا؟ خشينا في حكايه والله العظيم لا تخصنا ولا عندنا بها حتى علاقه. المغرب بلد شقيق، مفروض نبقوا معاه اصدقاء واشقاء. بالعكس والله المغرب اكثر دوله ساعدتنا احنا كتوانسه، وديما المغرب مصطفى مع الشعب التونسي. الحدود ممكن تفتح يوم من الايام. لا على غرار القياده ديما المغرب واقفه مع الشعب التونسي. هي القياده في المغرب تحب الشعب التونسي، من حسن الثاني المحمد الخامس المحمد السادس يحبوا الشعب التونسي. المغرب تفرض التأشيرة على بعض الدول ومنهم تونس والجزائر في كأس افريقيا، والناس الكل داخلين بعضهم كيفاش المغرب وتعمل هيك وشنية هي المغرب. وتصنتي لي يا اخي نعاود لك، راه غنبدا نعاود لك، راه غنبدا نجبد لك في الدوره اللي فاتت، وراه عندي ما يقال. اول حاجه احنا من شمال افريقيا كتونس ولا الجزائر ولا ليبيا ولا موريتانيا، لازم التظاهره هذه ننجحوها مع اخوتنا المغاربه، ماناش طيحوا منها. وثاني حاجه على التاشيره هذه، التاشيره هي معناها وقتيه، واي دوله في العالم هذا تعمل معناها تظاهره كبيره هيك لحمايتها تعمل حاجات سبيسيال يعني. يا ميتي خليني عن سارح يا ميتي، بدها راه غنبقى نعرعر ونزيد نعرعر تنسقي البزارة انا بتعرعر. منها تحمي الدولة وتحمي زاد الضيف، عارفين وين ماشي وين جايش ياكل يسكن البرة، صارت له مشكلة، حماية حتى للضيف هذه، وهي مؤقتة معناها للدورة يعني نتاع كأس افريقيا، معناها ما نضخموش الاحداث ونكبروا فيها معناها. والله العظيم اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. الشعب المغربي المواطنين كيطالبوا الحقوق ديالهم. بالعكس لازمنا
نجحوها معاهم اخوتنا المغاربه ونتعاونوا معاهم كان توانسه ولا جزائريين. هذه فرحه معناها شمال افريقيا الكل. ويزيكم هذيك هو تاشيره وترشنيه وياع فلوس، حمايه كل واحد يحمي روحه من الدنيا هذه. تحياتي لاخواتنا المغاربه وان شاء الله بالتوفيق كاس افريقيا. 2011 ثوره تونس، وقت اللي كانت جميع الدول تحذر الرعاية متاعها باش ما يمشوش لتونس لأنها بقعة توتر. السيد هذا جاء لتونس بدون حراسة. واه يا عباد الله، واه يا عباد الله، واه ولات الله والله القبيلة. وهو ملك ل40 مليون نسمة. باي عنده سواحل مع البحر الأبيض المتوسط وسواحل مع المحيط الأطلسي، وجي عندك وأمر حراسته أنهم يبقوا في القصر وخرج للشارع يدور يصور مع الناس. هذا من فضل ربي، كل شيء ديال الله ورضا الوالدين، باش يبين للعالم أن البلاد هذه مش بقعة توتر وصالحة للسفر والسياحة. ولعلمكم بلاده هي أكبر بلد سياحية في شمال أفريقيا. الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. استريح. جميع مشاهير العالم يزوروها كل عام يحجوا لها. بالله علاش نكرهوهم احنا؟ يا ودي ماهيش مشكلتنا، يا ودي خلوا يسيب حاجه خطيتنا. احنا عمرنا ما كنا مع المغرب وعمرنا ما كنا ضد الجزائر. طول عمرنا اتخذنا سياسه متوازنه تمشي معاهم الزوز، لانهم الزوز جيراننا والزوز يعزوا علينا ونعزوا عليهم كذلك. اخويا بغينا نعيشوا، اخويا بغينا نمشيو مع كامل ولا غادي نتساوى. ها خويا انا ما فهمت والو، هكا صرفه. المملكة المغربية الشريفة كتفرض الفيزا الإلكترونية على بعض الدول الإفريقية اللي بغاو يجيو يتفرجوا في الكأس إفريقيا اللي منظمو المغرب في 2 جانبر 2025. وشحال من واحد أجنبي ما عجبوش الحال، خصوصا الناس اللي كينتميو للدول اللي قاتلهم العاطفة، يلي ما عندهمش مع العقلانية واللي كيصحابوا موش بلدان الناس السايبة ما عندهمش الحق يحميو بلادهم ولا يديروا قرارات اللي كتخدم المصلحة ديال بلادهم. ونوصل للشيء اللي باغي نوصلوا ان شاء الله بقدره الله عز وجل. سمعنا ناس كيديروا لايفات وفيديوهات على الانترنت، شكون هو هذا المغرب بالسلامه، شكون هما المغاربه، ما نمشي ليها واخا فابور حيتاش ما رضاوش وتقاس ليهم الايغو ديالهم حيتاش تفرضت عليهم الفيزا، مع العلم انه اي دوله تفرض الفيزا على اللي بغات وهي حره في قراراتها. كناكل بيان وكنشرب بيان، الفي بيان، السي بيان، ديما بيان. حصول انا واعر. وكان عندي واحد النصيحه للمسؤولين. كان اخوتي هذا هو الفيديو ديالنا. خوتي اللي باقي ما مشترك في القناه يشترك ويفعل جرس الجرس باش يوصلوا الفيديوهات ديالنا. خوتي ما تنساش اعجاب في الفيديو وشي تعليق محفز. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله، الوطن، الملك.